السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والخير نلتقي وإياكم، وسؤال فقهي. سؤالنا لهذا اليوم: هل هنالك شروط يجب أن تتوفر في من يتولى الحضانة للطفل؟ الجواب: نعم، يجب أن تتوفر عدة شروط في الحاضن للطفل، سواء كان ذلك في الأب أو الأم، وهي: الشرط الأول الإسلام، فلا حضانة لغير المسلم سواء كان الأب أو الأم. الشرط الثاني الحرية، فلا حضانة للعبد أو الأمة، فيشترط في الحاضن أن يكون حرا. الشرط الثالث: يشترط في الحاضن أن يكون عاقلا لكي يستطيع المحافظة على الطفل، فلا حضانة للمجنون. الشرط الرابع وهو شرط يخص الأم، يشترط في الأم الحاضنة أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة، فإذا تزوجت أثناء فترة الحضانة انتقلت الحضانة للأب. قد يسأل سائل ويقول: لو صدر قانون يمنع حضانة الأم أو الأب من حقه في الحضانة في الفترة المحددة شرعاً، فهل يجوز التمسك بهذا القانون وتطبيقه؟ الجواب: لا يجوز تطبيق هذا القانون، لأنه مخالف للحكم الشرعي، ومنع الطرف الآخر من ممارسة حقه الشرعي في الحضانة كالسرقة والاغتصاب، فلا تنطبق السرقة والاغتصاب فقط على سرقة الأموال والممتلكات، بل تسري على سرقة واغتصاب الحقوق، والحضانة أحد هذه الحقوق. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.